أهلا بيكم. في عز وجعنا وكسرتنا بنكون محتاجين كلمة حلوة أو طبطبة تخفف عننا، وفجأة بنلاقي طوابير من الناس داخلة تواسي وتقول أنا حاسس بيك، أنا جنبك. بس هل سألت نفسك قبل كده، هل فعلا كل دول قلوبهم عليك؟ الحقيقة اللي تصدمك إن في ناس بتواسيك علشان تتفرج عليك، وناس بتواسيك علشان تشمت فيك، وناس تانية ليها أغراض تانية خالص. النهاردة هنتكلم عن سيكولوجية المواساة المزيفة، وهقول لكم على 10 أنواع من الناس اللي بيواسوك وهم في الحقيقة مش مهتمين بيك أصلا. ركزوا معايا علشان ما تفتحوش قلوبكم للأشخاص الغلط. النوع الأول، الفضولي، اللي عايز يعرف التفاصيل وبس. ده شخص مش داخل يطبطب، ده داخل يستجوبك، يقولك يا حبيبي معلش، بس قولي ايه بس اللي حصل بالظبط، وفلان قالك ايه، وعملته ايه. هو بيستخدم وجعك كفيلم سهرة يتسلى بيه، وأول ما ياخد التفاصيل اللي هو عايزها يختفي ويسيبك في جرحك. النوع التاني، الشامت، اللي ضحكته صفرة. ده أخطر نوع، بيدخل بوش حزين جدا ويقولك يا خبر، ما كنتش أتمنى ده يحصل لك أبدا، بس هو من جواه بيحتفل. المواساة بتاعته بتكون فيها سم في العسل، كأنه بيفكرك بكسرتك عشان يحس هو بالانتصار أو إنه أحسن منك. النوع التالت، اللي بيقارن، اللي يقولك أنا حالي أصعب منك، تقوله أنا تعبان يقولك أنت شفت حاجة، ده أنا حصل لي كده وكده وكده. ده شخص أناني، بياخد المايك منك ويحول الجلسة لكلام عن نفسه وعن بطولاته في الصبر، وفي الآخر تخرج أنت اللي بتواسيه مش هو اللي بيواسيك. النوع الرابع، الواعظ، اللي هو دايما يقولك أنت الغلطان. ده اللي بيواسيك علشان يديك درس، يقولك معلش، بس أنا مش قلتلك بلاش تعمل كده، لو كنت سمعت كلامي ما كانش حصل كل ده. ده شخص بيستغل ضعفك علشان يثبت إنه أذكى منك ويزود الحمل على كتافك بدل ما يخفف عنك. النوع الخامس، اللي بيواسيك أداء واجب. ده شخص بيواسيك لأن الموقف بيتطلب كده، بيبعت رسالة كوبي بيست أو بيقول كلمتين محفوظين من غير أي روح. هو مش مهتم بيك أصلا، هو بس خايف الناس تقول عليه إن هو مش بيواسيك في أزمتك، وجوده زي عدمه لأن قلبه مش معاك. النوع السادس، الدرامي، اللي بيكبر الموضوع. ده اللي بيخليك تبقى عايز تكسر الدنيا من حواليك، يقعد يصوت ويقول يا لهوي دي مصيبة هتعمل فيها ايه. هو بيحول وجعك لمناحة وبيخليك تحس ان الدنيا انتهت، وده بيزود توترك ويخليك مش عارف تفكر في حل. النوع السابع، المستغل، اللي بيبقى عايز مقابل. يعني ايه؟ ده بيقف جنبك دلوقتي علشان لما يحتاجك بكرة يقولك فاكر لما وقفت جنبك في شدتك. هو بيعمل رصيد عندك. المواساة بالنسبة له هي عملية استثمارية مش مشاعر صادقة. النوع الثامن، اللي عايز يحس بالفضل. ده بيواسيك علشان يحس بالعظمة، يحب يشوفك ضعيف ومحتاج له علشان يحس ان هو المنقذ القوي. هو مش عايزك تخف ولا تطلع من اللي انت فيه، هو عايزك تفضل محتاج لطبطبته عشان يفضل يحس بكيانه. النوع التاسع، المسكن، اللي بيصغر الوجع. ده اللي يقولك يا عم كبر دماغك، الموضوع بسيط مش مستاهل كل ده. هو مش بيواسيك، هو بيستخف بمشاعرك لأنه مش عايز يتعب نفسه ويسمعك بجد، فبيخلص الكلام بكلمتين يسكت بيهم وجعك. النوع العاشر، الناقل للأخبار، الجاسوس يعني. ده بيواسيك علشان ياخد منك كلمة أو رد فعل ويروح يوصله للطرف التاني. هو وسيط لخراب البيوت، لابس لبس الملاك اللي خايف عليك. في النهاية مش كل طبطبة حقيقية، ومش كل معلش طالعة من القلب. اتعلموا تختاروا مين اللي تفتحوا له قلبكم في وقت الوجع. قولولي في التعليقات، هل مريت بموقف اكتشفت فيه ان مواساة حد ليك كانت مزيفة؟ وإيه أكتر نوع من ال10 شخصيات اللي ذكرناهم بيستفزك؟ أنا سيلا، وقوتكم في وعيكم. شكرا.